تنظن بانه هو عرف على من نتكلم اللي هو الخال، وساقولها بالاسم. فكان واحد الضغط على الشاهد باش يطلع اعلاميا. كنت انا ديجا يعني هضرت على هذه النقطه ديال ان الشاهد يتم الضغط عليه، وحتى انني سمعت الان من احد المنابر انه قال التكلم مع الشاهد بنبره التعالي. لم تكن هناك تكلم بنبره التعالي، لاننا في الكواليس كنا نعلم ان الشاهد يتعرض للتهديد عن طريق مكالمات هاتفيه وعن طريق تهديدات بتغيير شهادته، وكذلك لدينا ما يثبت هذه التهديدات صوتا مسجل وكذلك نصيه كذلك وصوتيه. وهذه التفريغات يعني اليوم السيده ابتسام والسيده الخياري اخذتهم الى الوكيل العام وتم وضعهم، كما تم وضع شكايه باربعه اطراف، منهم طرفين اللي هو واحد طرف داخل في الاعلام اللي حتى هو تكلم مع الشاهد، وهناك اشياء اخرى. وكنتمنى اننا نكونوا كنمشيو في الطريق الصحيح. بالنسبه للملف الاخوان، الملف غادي في واحد الطريق صحيح. الان قرار التحقيق يقوم باستدعاء الشهود كما تعلمون، لان الشهود يعني ضروريين في هذا الملف اللي احنا فيه، وقاضي التحقيق لديه الصلاحيه باش انه يستدعي من يريد هذا الملف هذا، خصوصا وانه تيدير واحد البحث اللي هو عميق في الملف. ف يعني احنا غاديين في واحد الطريق اللي هو سليم، وهذا هو اللي كانت طلعت اليوم معنا الاستاذه باش انها توضحوا يعني بالخصوص ما يتعرض له الشاهد. يعني احنا غاديين في واحد الطريق اللي هو سليم، وكنتمنى التوفيق للجميع. بالنسبه للملف ما نقدروش نعطيو اكثر، عندنا عده طعون في عده اشياء يعني وقعت في 2018، كما انه كاين عده اجراءات اخرى تقوم بها المحاميه والسيد المحامي الجديد. تحياتي ليه حتى هو من هذا المنبر هذا، وكنتمنى انه يعني نكونوا غاديين في الطريق السليم. عدم الطلوع ديالنا يعني في المنابر الاعلاميه في هذه الفتره هذه كان يعني لان ما كانش مستجد. حتى اليوم عاد كانت بعض المستجدات الجديده اللي كنقول لكم منها اننا اصبح لدينا متهم اخر بتهديد الشاهد، وحتى هو الان نتحوز على تفريغات تخصه، ويعني باش ان الشاهد يطلع اعلاميا وباش انه يغير الشهاده ديالته. ولكن الحمد لله حتى المهدد اعترف في احد التسجيلات ان الشاهد قال ما قالت المحامية بالضبط. يعني هنا كان الاعتراف من واحد من الناس اللي هم مشتبه فيهم. المهم القضية سخونة وخلاص. دونك واش في نظرك أستاذة بالنسبة لهاد الناس اللي كيمارسوا ما عرفتش الإعلام في اليوتيوب ولا شنو هو، شنو دخلهم في نظرك؟ التقدير ديالك زعما شنو علاقتهم؟ واحد مات وواحد شاهد وانا غير كنقدم اخبار ولا كنقلب على الاخبار، واش غداني ليه باش نقول له دير ولا غير؟ علاش زعما في نظرك؟ التحليل ديالك زعما هكذا تقريبي باش الناس فيه. ربما اشوف هو السبق الاعلامي كيفما كان، ولا حتى بالنسبه لا ما كاينش السبق الاعلامي استاذ، انا كنقول له طلع عندي اللي قام بالتهديد. فمني كنقولوا التهديد باش يخرج شي واحد يقول لنا انكم لا تتوفرون على دليل التهديد، نحن نتوفر على دليل التهديد، نتوفر على التسجيلات، نتوفر على كل شيء، حتى المكالمات التي تمت لكي يقننوا الشاهد بمساطر قانونيه لتغيير شهادته، حتى انهم تواصلوا مع احد في القانون في يعني يفقه في القانون لكي يؤطرهم قانونيا باش انهم يخرجوا الشاهد بتغيير شهادته، باش يعني يغير الشهاده ديالته. وهاد الشكايات اللي داروا اليوم راهم ديورين حتى بالاطار القانوني الذي قام بمساعدتهم والتكلم مع الشاهد. فاحنا هنايا غاديين في واحد النقطه اللي هي ايجابيه، لان الشاهد اللي كنتوفروا عليه اللي هو الشاهد الذي راى السيد العطور، الشاهد اللي هو عنده شهاده واحده، تيقول انه مع كل الضغوطات اللي كيتعرض لها ما يمكنش له يغير الشهاده ديالته، وهاد الناس هادو كيضغطوا عليه لتغيير الشهاده ديالته، فهو غيبقى ثابت في الشهاده. اما بالنسبه باش اننا نطلعوا بالشاهد اعلاميا، كنا اولا نطلعوا به حنا اعلاميا، او يطلع به سي المردادي، او يطلع به ابتسام اعلاميا، او يطلع به المحاميه، ولكن الشاهد عنده الحرمه ديالته. انتم كتعرفوا ان هذا الشاهد هذا خصو يبقى يعني يعني على مرأى ديال المتابعين ولا حتى ديال الراي العام باش تكون كتوفر له الحمايه الكافيه على حسب القانون المغربي. هنا اوكي
ما عندناش مشكل ان هذا الشاهد يعني من نفس المكان وبزاف ديال الاشياء، ولكن الضغط على الشاهد مكالمات هاتفيه او ارسال اشخاص الى مسكنه او كذا وكذا، هذا كيتسمى ضغط على شاهد لتغيير شهادته، وهذا الشيء تم الاستدلاء به اليوم الى السيد الوكيل العام، وان شاء الله غيكون الجديد، حتى اننا لدينا رساله يعني اللي هي واحده الرساله غتكون يعني نقطه حوار لانها يعني شائكه. مزيان. المهم انا راه مره كنتكلم مع الشاهد عندك حتى انا يكونوا يسجلوني. Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in a city or a لا ماشي مشكل، انت لا تردد الشاهد، هذاك الحوار يعني ما بين واحد المناسبة شويه ديال العياقه اليوم. هذاك الشهيد اول واحد اتصل بيا هو عبدو ربي، عادي زعما، ولكن هاد الناس اللي كيحاولوا ان غيرهم بطبيعه الحال الانسان يتصل باش غادي يشهد واحد الشهاده اللي غتساعد اولا القاضي وغتساعد في الملف ديال هذا. وجهنا للمحاميه، مشى للقاضي دلا بالاقوال ديالو، داز امام قاضي التحقيق، وقال مشى عنده 2 المرات 3 المرات 5 ديال المرات في المجموع، بما فيهم ديك الخبرات جرات على الهاتف ديالو، بما فيها ربما امور اخرى تقنيه ما نفهمهاش انايا. فدابا كاينين باقي الاغبياء اللي كيتصلوا باغيين يديروا له الزاو داو ويتصلوا به ويقولوا له حكا شوف كدا، شوف ما هذا، دير كدا دير كدا. هادشي ما سمعتو، انا ضرني راسي، وزعما هذه قمه ديال الغباء. تفضلي يا استاذه، تفضلي. للتوضيح الإخوان، السيد قاضي التحقيق عنده الصلاحية أن يستمع إلى كل شخص حضر بمحض إرادته إدراء أن شهادته مفيدة في إظهار الحقيقة، وله كامل الصلاحية للاستدعاء كل شاهد أو شخص الحضور أمامه إذا قدر وجود فائدة في شهادته، ويتم الاستدعاء بالطرق الإدارية أو برسالة مضمونة أو وسط القوى العمومية التي يملكها قاضي التحقيق صلاحية تتسخر له بمقتضى الفصل 54 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة الأعوان القضائيين وفقا للمقتضيات، يعني أنه يستدعي أي واحد. وكما كنعرفوا في الظهير الشريف يعني المؤرخ 25 دجنبر 1980 يعني عطاو حدد للهيئة أنها تطلب أي واحد حتى بالقوة العمومية، فما يمكنش لينا حنا نجيو كأفراد عاديين ونقوموا بتهديد الشهود. يعني قاضي التحقيق فقط من لديه الصلاحية لاستماع لأي متطوع لإعطاء الشهادة، وهذا الشيء يعني كاين واحد الفصل اللي هو كيضمنه القاضي التحقيق اللي هو 54 من المسطرة الجنائية، وهذا الشيء مقنن. فما يمكنش لينا حنا كأفراد عاديين، لا أنا لا الأفراد اللي هما مشابه بهم لا أي واحد أنه يدير أي عمل اللي هو عمل تعسفي. يوم تكلمت عن الشاهد أنا كنت أعلم ما يقع مع الشاهد في القصر، وكنت أعلم أنهم يحاولون استضافة الشاهد منابر إعلامية، وأن الخالي يضغط على الشاهد، ولكن كنا ننتظر الدليل، والحمد لله أنكم أعطيتمونا الدليل أنكم تتحرشون بالشاهد. ويعني واحد الدليل اللي هو دامغ يعني وهي التسجيلات اللي توضح التهديد والتحرش بالشاهد، وهذا غيزيد من القوة ديال الملف. وأنا كنقول شكرا لكم وشكرا لغبائكم. أستاذة، واش ملي كتشوفي بأن يعني التحرش اللي وقع على الشهود أو بعض الشهود هو يمكن أن هذا دليل على أن الجريمة وقعت يعني حسب السيناريوهات اللي سمعناها كامل، يعني التفاصيل اللي فهمنا اللي ولات أدلة، يعني ما بقاش تفاصيل ولا واش ما كيبانش لك هكذا؟ واش ما كيبانش لك هاد الناس اللي كيتحرشوا على الشهود أو كيحاولوا أنهم يقنعوا الشهود بالتراجع للشهادة ديالهم على أنهم كيثبتوا بأن هناك جريمة بالفعل كما تكلمنا عليها وتكلموا عليها ناس آخرين؟ هما تيأكدوا أن هناك شيء ما وقع اللي هو سيء للسيد نور الدين العطور، وكذلك في أحد التسجيلات، وأنا يعني أؤكد على أحد التسجيلات هذا الشخص اللي كان يهدد الشاهد قال بلسانه إذا أنت شفتي ذلك الصباح وأنا كنت أظن أنك رأيته قبل وأنا كذا وكذا وكذا. أنا كنقول لك كما أنه يعني قام بتهديده بطريقة أخرى أنها نابية، كان فيها واحد الكلمة اللي كان فيها يعني تيسب أو يقذف بما مسيء على أي في التسجيل، كما أنه ذكر اسمي في التسجيل وقال له واش خفتي منها. طلعت قال واش خفتي من مرام، قال عليك انتيها بكلمة لا أحب أن أقولها. هذاك التسجيل أنا ركزت عليه ديال الخال، لأنه كان يدعي أنه يحب السيد
العطور. ولكن كاين واحد التسجيل اللي هو فيه كلمة إهانة في حق سيد نور الدين العطور. الكلمة ويوجد تسجيل يعني يثبتها، وهذا التسجيل موجود اللي فيه الكلمة بواحد المصطلح ديال المرحوم اوكي أمه كذا. اوكي دابا في نظرك أنك عارف تسجيلات بحوزة أو تم تفريغها، فكنتمنى ان نبقاو غاديين في المسطره القانونيه ونبقاو غاديين مع قاضي التحقيق. وكنتمنى من اي متطفل او متطفله تحاول انها تغير المسار ديال الملف الابتعاد احسن، لان كل شيء يصل الينا. لان اللي غيجي باش انه يدير واحد الشهاده ويشهد بشهاده اللي فيها الصدق فما غيغيرش الشهاده ديالو مهما ضغطتم عليه. ونزيدكم ما عندنا شهود اخرين غير هذا الشاهد، فيا ريت انكم تخليوا القضيه غاديه في المسار ديالها القانوني، ونحن معكم كيفما كانت النتيجه. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي المغربة، دائما كنتمنى لكم الخير والتيسير والهنا وراحة البال. بسم الله نبدأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم إخواني أخواتي، لكل واحد اللي متبع قضية العطور، الله يرحمه ويوسع عليه ويجدد عليه رحماته ويرحم جميع أمة محمد. كيف ما سمعتوا هذا الفيديو هذا اللي حطيت لكم ديال مرام، وهي تتكلم عن الشاهد. والشاهد دائما كنقول لكم الشاهد تكلموا مع هاد المجموعه ديال الناس كاملين، وراه شفتوا دادو يتكلم عن الشاهد انه تكلم معاه شحال من مره. ايوا الشاهد كيتكلم مع دادو اللي عنده قناه واللي ما عرفناش قال ليه داكشي راه غادي يبان في الخبره التقنيه ديال الهواتف، شنو المحادثه اللي كانت دايره هو وياه. كيف ما كتشوفوا مرام واحد الانسانه اللي كتكلم على الشاهد، كتكلم على تسجيلات كانت في الواتساب ديال الخال مع الشاهد، والشاهد هو اللي عيط ليه واحد التسجيلات اللي هي سريه وشخصيه، كتولي هي عندها شكون اللي عطاها ليها. واش علاش كيتواصلوا مع الشاهد وعلاش مركزين على الشاهد؟ خليوهم شاهد، ايوا مالكم حاميه بكم البيضه. كون خرجت الخبره التقنيه على الهواتف ان الحاجه وبناتها هضروا مع الشاهد نقولوا، ولكن خرجت الخبره على اساس ان ابتسام والعم ديالها هما اللي كانوا كيهضروا مع الشاهد، ودادو وانت كذلك من خلال التسجيلات اللي توصلتي بهم. هنا هاد المجموعه كاملين راهم اللي يهضروا مع الشاهد، وهنا كطرح لينا واحد علامه الاستفهام. فهادشي كله غادي تسمعوا هاد الفيديو هذا وغادي تركزوا مزيان وتعرفوا بان هاد الناس عندهم شي مشكل وراه فكرشهم عجينه والله اعلم. لكن كل الاشياء غادي تتضح لنا مع الايام ان شاء الله، خاصنا غنصبروا شي شويه وان شاء الله غادي تكون النتيجه اللي هي حسنه. حنا ما ضد حتى شي واحد، ولكن بغينا الحقيقه وما بغيناش الباطل، وهما كيبغيو يبينوا لنا الباطل كانه حق. اذا لكم الحكم اخواني اخواتي اللي غادي تسمعوا هاد لا فيديو هذا، لكم الحكم انتم، وغادي تعرفوا وتميزوا، لان خاصنا نميزوا كبشر، نميزوا بين الحقيقه وشنو هو الباطل. نحل واحد القوس ونقول لواحد السيد، غادي نقول له انت باقي يلاه تبني حياتك، باقي صغير، ولكن ما تبنيهاش على الكذوب. الا بنيتيها على الكذوب، ما بني على باطل فهو باطل. ما عمرك غتزيد القدام، عمرك ما غادي تزيد خطوه لقدام، غتبقى ديما انك في بلاصتك كتقدف. خاصه انك مع واحد المجموعه ديال واحد الناس حنا كنعرفوهم وعندنا كلشي مسجل. انا شخصيا كل تصريحاتهم واشنو كاين، ما تنضرقش الشمس بالغربال. وغادي نسد هاد القوس وغادي يبان شكون المسترزق وشكون اللي ماشي مسترزق. وكيف ما قلت قبيله غنسد هاد القوس. تحيه لكم اخواني اخواتي، هكا حطيت لكم هاد الفيديو. دائما اتمنى لكم الخير والتيسير لنا وراحه البال. الله ينجينا وينجيكم من شر الخلق، والله يبعد علينا وعليكم من شر ما خلق. اللهم ضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، بقلوب صافيه ونيه صادقه نلتقي.
نصليو على اللي غيشفع فينا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم كبيرة.